مشاهير عرب مواقفهم عكس بعض تجاه اللي بيحصل في غزة. الناس بتلوم محمد صلاح إنه ما اتكلمش. طيب بالنسبة بقى لباقي المشاهير، يا ترى مواقفهم إيه؟ هل اتكلموا ولا قرروا يسكتوا؟ عمرو دياب على خطى محمد صلاح قرر الهضبة عمرو دياب إنه يلتزم الصمت وما يعلنش عن دعمه للشعب الفلسطيني من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بيه، وده ظهر زي وضوح الشمس في عز الظهر. فشوفنا آخر بوست نزله كان عبارة عن صور من حفلته الأخيرة في قطر، ويجز، واللي القدر كتب ليه إن نجوميته توصل للعالمين، يكون المطرب المحبب لقلب كل الشباب بنات وولاد. أعلن دعمه ومساندته لفلسطين مهما كان الثمن، وده من خلال ستوري نشرها على انستجرام بتقول I stand with Palestine. هيفاء وهبي، هيفاء صاحبة معايير الجمال القياسية ممكن تكون بتساند الشعب الفلسطيني، ولكنها قررت ما تعلنش عن ده لأنها ما نزلتش أي بوست تتعاطف فيه مع الشعب الفلسطيني على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بيه. أحلام الملكة فنانة العرب أعلنت مساندتها التامة للشعب الفلسطيني، وده من خلال بوست نشرته على صفحتها الخاصة على انستجرام، واللي أعلنت من خلاله عن حملة أطلقتها دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت مسمى ترحم من أجل غزة بهدف إغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني. إليسا ملكة الإحساس، مطلعش قلبها بس اللي مليان إحساس، لأ وروحها كمان. فنزلت بوست لدعم الشعب الفلسطيني وقالت إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل أخبر الجميع عنه. وائل كفوري، وائل قرر يلتزم الصمت تجاه القضية الفلسطينية، فكل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيه مفيهاش بوست واحد بيعلن فيه عن دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني. تامر حسني نجم الجيل واللي صغير وكبير متعلق بيه بسبب مواقفه الإنسانية الكتير، أعلن عن مساندته للشعب الفلسطيني من خلال نشر صورة العلم الفلسطيني وصورة تانية مكتوب عليها أغيثوا فلسطين، ده غير طلبه من جمهور التبرع للهلال الأحمر لمساندة الشعب الفلسطيني. محمد رمضان اتعرض محمد رمضان لهجوم كبير من بعض رواد السوشيال ميديا بسبب انه لسه مكمل في تقديم حفلاته، رغم ان بعض النجوم وقفوا نشاطاتهم الفنيه بسبب الازمه الكبيره اللي بيمر بيها الشعب الفلسطيني. لكن محمد كان رد عليهم ان ده بسبب العقود اللي ماضيه وما ينفعش يرجع فيها، ده غير انه اعلن مساندته للشعب الفلسطيني من خلال تغيير صوره البروفايل الخاصه بيه على فيسبوك واللي بتعبر عن مصطلح ستوب كيلينج. ياسمين صبري اعلنت ياسمين صبري مساندتها للشعب الفلسطيني من خلال بوست نشرته على صفحتها الرسميه على انستجرام، واللي عبارة عن صورة مكتوب فيها غزة يا من شققت البحر لموسى برحمتك وأخرجت يوسف من السجن بقدرتك ونجيت يونس من بطن الحوت بلطفك، نسألك أن تلطف بأهل غزة وتنزل عليهم سحائب رحمتك. وعلقت على الصورة وقالت اللهم احفظ أطفال ونساء والشيوخ ورجال أهل غزة الأبرياء وألطف بهم. نوال الزغبي، نوال دوامة الصمت أخدتها وما أعلنتش عن مساندتها للشعب الفلسطيني بأي بوست على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام أو فيسبوك، واللي آخر بوست ليها عليهم كان عبارة عن مواقع فيديو تشويقية لأغنيتها الجديدة فقامت معلي. شيرين عبد الوهاب، غابت شيرين عن صفوف مشاهير العرب المساندين للشعب الفلسطيني، وده بسبب عدم مشاركتها لأي بوست داعم ليهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيها. في آخر بوست نشرته ليها كانت بتعلن من خلاله عن حفلتها بالكويت في يناير اللي فات. أنغام، انضمت أنغام لصفوف مشاهير العرب اللي قرروا يعلنوا مساندتهم لشعب فلسطين، فنشرت أنغام صورة على انستجرام مكتوب فيها أغيثوا فلسطين، ده غير إنها علقت على الصورة وأشارت لدور بنك الطعام المصري والهلال الأحمر في جمع التبرعات وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. حمائي، أعلن حمائي مساندته للشعب الفلسطيني من خلال صورة العلم الفلسطيني اللي نشر على انستجرام، وعلق وقال ندعمهم قلبا وقالبا بكل اللي نقدر عليه، وربنا يكون في عون إخواتنا وأهلنا في فلسطين، بندعي ربنا ينصرهم ويلطف بيهم. نانسي عجرم، نانسي ما أعلنتش من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مساندتها للشعب الفلسطيني، في آخر بوست ليها كانت بتستعرض فيه إطلالتها الصباحية. أمير كرارة، ضم أمير صوت الأصوات معظم مشاهير العرب وعبر عن رأيه ودعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، وده من خلال صورة نشرها على انستجرام للمسجد الأقصى وعلق عليها وقال فلسطين. منى زكي، عبرت منى زكي بطريقة مختلفة عن مساندتها للشعب الفلسطيني، وده من خلال فيديو عملته بمشاركة اليونسف باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة، وقالت من خلاله الأيام المأساوية دي من خلال إننا بنتابع اللي بيحصل في غزة بنحس بمنتهى القهر والظلم، والحقيقة قلبنا بيتعصر من الوجع. تخيلوا معايا، أعتقد إن خيالنا حتى مش هيجيب. أطفال غزة بيمروا بإيه دلوقتي؟ بيتسرق منهم طفولتهم. أعتقد إن أبسط حاجة ممكن نقدر نعملها
إننا نتبرع من خلال اليونيسف. هند صبري أعلنت مساندتها للشعب الفلسطيني من خلال صورة نشرتها على انستجرام مكتوب فيها stand with غزة. نجوى كرم قررت الاختفاء وعدم التصريح برأيها تجاه القضية الفلسطينية، وده لأنها ما أعلنتش مساندتها ليهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيها. عبر أحمد حلمي عن مساندته للشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، وده ظهر من خلال الستوريز الخاصة بيه على انستجرام واللي كلها بتعبر عن دعمه لفلسطين.